واحدة من أغرب القطع الأثرية اللي لقوها حتى الآن، قرص سابو، قطعة أثرية فريدة عمرها 5000 سنة. وجدها عالم المصريات والتر براين سنة 1936 لما كان بينقب في مقبرة الأمير سابو في سقارة. المقبرة عبارة عن 7 غرف جنائزية، أكبر غرفة فيها كان فيها مومياء الأمير سابو. مين الأمير سابو ده؟ اتقل آخر الفيديو. مقتنيات المقبرة كانت عادية ومألوفة زيها زي باقي المقابر. هتلاقي عندك أدوات عشان يستخدمها الإنسان وتساعده في حياته في العالم الآخر، أواني فخارية، مقتنيات من العاج، لكن كان فيها قطعة غريبة متكسرة. وبعد مجهود كبير جدا رجعت لشكلها الأصلي، قرص سابو. قرص غريب وتسمى نسبة للأمير سابو. خلي بالك القرص ده مصنوع من الشيست، وده صخر مسامي وهش، صعب قوي إن يتنحت فيه حاجة بكل التفاصيل الدقيقة دي. قطعة أثرية في منتهى الاحترافية في الصنع، وده حاجة غريبة جدا لأن الأدوات اللي كانت مستخدمة في الوقت ده عبارة عن الحجر والنحاس، استحالة تعمل حاجة بالدقة دي. احنا دلوقتي قدام قطعة أثرية ما نعرفش